الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أكرمه عبدا وسيدا وما أعظمه أصلا ومحفدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدا، صلاة وسلاما دائمين متلازمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أحبتي في الله، هل سمعتم بعقبة ابن أبي معيط، رجل من أهل مكة نشأ في رحابها وعاش على ترابها، كان صديقا حميما لعدو الله أبي بن خلف الذي كان رأسا في الشرك والضلال والعدوان والعنجهية والغطرسة. وذات يوم أقام عقبة ابن أبي معيط وليمة ودعا الناس إليها، وكان في من دعا إلى الوليمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستجيب لدعوته ويطعم من طعامه حتى يشهد أن لا إله إلا الله. فأسلم عقبة بن أبي معيط بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطار الخبر إلى صديقه الحميم أبي بن خلف، فجاءه رجل وقال إن صديقك عقبة بن أبي معيط صديق العمر والمسامرات والمساهرات ذهب إلى محمد وأعلى الإسلام. فغضب أبي بن خلف وجاء منتفشا منتفخا وقال لعقبة: بلغني أنك صبأت، وجهي من وجهك حرام حتى تأتي محمدا فتبصق في وجهه. وذهب عقبة الهالك وفعل ما أمر به من صديقه الحميم. هذا هو الحدث الذي حصل في الأرض. أما الذي حصل في السماء فنزل رسول الوحي جبريل عليه السلام يتلو قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الصاحب الصاح، الصديق الصديق، عبد الله، امكث برهة، فكر لحظة، قف وقفة، تذكر، تأمل، ثم قل لي بربك من تصاحب، من تجالس، من هو خليلك وصديقك. أقول لك من أنت. إنها القضية الكبرى في حياتنا، إنها المشكلة الضخمة في حياة شيبنا وشبابنا وفتياننا. الصديق الصديق، الصاحب الصاحب، طريقك إلى الهداية أو إلى الغواية، إلى الاستقامة أو إلى الانحراف، إلى المساجد والمحاسن وتلاوة القرآن أو إلى الفواحش والمنكرات والمخدرات. نعم أخي المسلم، الصاحب الصاحب، الصاحب ساحب، ساحب إلى الجنة وساحب إلى النار، ساحب إلى النور وساحب إلى الظلمة، ساحب إلى البر والصلة وساحب إلى العقوق والقطيعة، ساحب إلى العلم وساحب إلى الجهل. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخي، إنها مشكلة العصر، فلو أقسمت لصدقتموني أنه ما ضال ضال ولا غوى غاو ولا زنى زان ولا تخنث متخنث ولا سرق سارق ولا أدمن مدمن ولا عق عاق ولا تهاون بالصلاة متهاون إلا بسبب جليس سوء وصاحب هوى. قف على عنابر السجون، سل ضحايا التفحيط والإدمان، سائلهم عن ضياعهم وسجنهم وإعاقتهم وهلاكهم، سلهم عن ذنوبهم وجرهم وظلمهم، فوالله لتسمعن من تلك القلوب المكلومة والأنفس المجروحة وهي تنطق بلسان جريح من وراء القضبان وعلى الأسرة البيضاء إن الصديق والقريب والزميل والصاحب هو الهاوية والنهاية المؤلمة. تجنب قرين السوء واصرم حباله، فإن لم تجد عنه محيصا فداره، واحبب حبيب الصدق واحذر مراءه، تنل منه صفو الود ما لم تماره. اختر قرينك واصطفيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب، واحذر مصاحبة اللئيم فإنها تعدي كما يعدي السليم الأجرب. قال أبو الأسود الدؤلي: ما خلق الله خلقا أضر من صاحب السوء. أخي، إياك ثم
ثم إياك أن تستهين بالصاحب والصديق، إياك أن تطأطئ برأسك وتصر على صاحب ضره أقرب إليك من نفعه، فإن التأثير جار لا محالة، فمن رعى الإبل تأثر بأخلاقها وخيلائها، ومن رعى الغنم تأثر بأخلاقها وسلوكها. قال صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والسكينة في أهل الغنم. نعم، وها هو عمران بن حطان، وقد ذكره الذهبي رحمه الله في السير أن عمران وهو من التابعين كان رجلا من أهل السنة، وهو على خير وصلاح وتقى، ولكن ماذا حدث له؟ تزوج بابنة عمه، وكانت على مذهب الخوارج، وكانت حسناء جميلة، فطمع في هدايتها وصلاحها فتأثر بها، وهدته إلى طريق الخوارج المذموم المخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، وإذا به يطعن في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل ويثني على قاتله عبد الرحمن بن ملجم غاية الثناء. ولما بلغه عبد الرحمن بن ملجم قاتل عليا رضي الله عنه، فرح واستبشر وأنشد يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. فرد عليه محمد الطيب قائلا: يا ضربة من غدور صار ضاربها أشقى البرية عند الله إنسانا، إذا تفكرت فيه ظللت ألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان. أخي، إن الصديق العظيم يقود صديقه وصاحبه إلى النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، وإن الصديق المنحرف المفتون شؤم على صاحبه، فكم من صاحب قرع سن الندم على صحبة سيئة قادته إلى شفا جرف نهار، فانهار بها إلى الضلال والجحيم. وصدق الله حين قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، إن الطبع يسرق الطبع. قال مالك رحمه الله: الناس أشكال كأشكال الطير، الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، والإنسان مع شكله، فللعدوى قانونها الذي لا يتبدل، فيسري في الأخلاق كما يسري في الأبدان. وقد شوهد وثبت أن عدو الضلال والسيئات أشد سريانا وأقوى تأثيرا وفتكا من عدو الهدى والحسنات. فها هي عدوى التدخين ومساوئ الأخلاق والغزل والمعاكسات وعقوق الآباء والأمهات والسب والشتم وضياع الأدب والتهاون بالصلوات، يسري في أبنائنا بلا تمهل كالريح مرت على النتن حملت نتنا. بل حتى الألبسة التي ما كنت أظن أن رجلا عنده ذرة من أخلاق الرجال فضلا عن الإسلام يرتديها، والتي كشفت العورات والسوءات. قال ابن مسعود: ما من شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب، إن سرك العلم وأشباهه وشاهد ينيبك عن غائب، فاعتبر الأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بالصاحب. وعن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أخي، إن الطريق إلى الله لا بد فيه من الحذر والبعد من المثبطين المقعدين. أخي، تذكر أن المسافر إلى الله تعالى بحاجة إلى رفقة صالحة وصحبة طيبة. أخي، تذكر أن الرفقة هي الزاد في سفر الدنيا، فكيف بسفر الآخرة؟ أخي، إن السفر إلى الله بحاجة إلى صديق علت همته وصفت نيته وصح سلوكه، لا يتحلى بالكذب ولا يجاهر بالنقائص، يستر العين، يقيل العثرة، حسن الخلق، إذا نسيت ذكرك وإذا ذكرك أعانك، صادق الأمانة، مأمون الخيانة، قوي الديانة، كريم النفس، صادق الوداد، سهل الانقياد، واسع الصدر، جميل الصبر، كتوم السر، كثير البر، باذل النصيحة، ساتر القبيحة. شعاره: تعال بنا نؤمن ساعة، تعال نتعاتب ونتحاسب.
نتحاسب. هل نحفظ كتاب ربنا؟ هلما نحفظ كتاب ربنا. تعال بنا إلى حلق العلم والتعليم. قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. عبد الله، الأخ لأخيه والصديق لصديقه أشد التصاقا من الكف بالمعصم، ولا خير في الكف المقطوعة ولا في الساعد الأجزم. الجليس الصالح من خالفك على الهوى وأعانك على الحق، وإن خالف الحق هواك. وها هو علقمة العطاردي وقد حضرته الوفاة، فأوصى ابنه قائلا: يا بني، إذا صحبت فاصحب من إذا خدمته صانك، وإذا صحبته زانك، وإن قعدت بك مؤنة مانك، أي إذا نزلت بك حاجة قام بكفايتك فيها. يا بني، اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها. اصحب من إذا سألته أعطاك، وإن سكت ابتداك، وإن نزلت بك نازلة واساك. اصحب من إذا قلت صدق قولك، وإن حاولت أمرا آزرك، وإن تنازعتما آثرك. لا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من صاحب أردى حليما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاء، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، وللوجه على الوجه مقاييس وأشباه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. صلوا وسلموا على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه، بقوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.